مساء الخير، مساء السعادة عليكم. يلا النهاردة هنعمل الباستا فلورا بطريقة خطيرة مميزة جدا، هخليكي محترفة فيها بجد. مش هتلاقي طريقة أجمل ولا أبسط من اللي احنا هنعملها النهاردة مع بعض. بيقولوا عليها بره المبشورة، وهنا في مصر الأغلب المتعارف عليها الباستا فلورا. يلا نشوف الطريقة. هنحتاج معانا نص كوب من الزبدة يكون بدرجة حرارة الغرفة، وعليها معلقة كبيرة كمان من الزبدة، يعني حوالي 130 جرام. هنزل لكم المقادير بالظبط في الكابشن. ونص كوباية نص كوباية سكر، وعليهم بضاية، وعليهم كيس فانيليا. ايوه كده. وعليهم ربع كوباية من الزيت النباتي، يكون بدون اي روايح، يكون زيت نظيف. ونقلب بقى المكونات دي كويس جدا مع بعض، يعني لحد ما نحس ان السكر داب معانا شوية. ما تقلقيش، يعني حتى لو في حبيبات سكر متبقية مفيش مشاكل يعني. احنا هنقلب قدر المستطاع كده بالسباترة او بالمضرب حوالي 5 دقايق. ايوه كده. وهنديهم معلقة خل. تمام قوي كده. كنت داخله معايا 3 كوبايات من الدقيق وجاهزين جنبي. هنزل بيهم على الخليط ده بعد ما دوبنا السكر كويس بالزبدة والزيت والبضاية والفانيليا والخل. مع دي هنحط معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. لو هتحطي معلقة صغيرة زي امليها. تمام قوي كده. حلو قوي. دلوقتي في المرحلة دي احنا بنقلب، يعني يدوب الدقيق يختفي معانا، ما بنعجنش، عشان دي عجينة بسكوت يعتبر. تمام. هشيل بقى الاسباترة واقلب براحتي كده بايدي. بصي يا دوبك باخد العجينة اقلبها واخد فيها الدقيق، ولما يختفي خلاص بوقف عجن وتقليب. العجينة خطيرة، جميلة وناعمة. نجاح العجينة لما تمسكيها تقطعيها بالشكل ده وتتقطع معاكي كده، عجينة ناجحة وتمام التمام. العجينة بنقسمها على 3. باخد تلت اركنه على جنب ادخله الفريزر او التلاجة، والتلتين التانيين بفردهم في الصينية. يعني بتقسمي العجينة على 3 قطع. بتاخدي تلتين في الصينية، والتلت التاني بتدخليه الفريزر او التلاجة عشان تبشريه من فوق، بعد كده يكون تماسك معاكي وتعرفي تتحكمي فيها. ممكن تشوفي نشابة صغيرة زي ما انا عملت كده عشان تسهل عليكي وتفردي العجينة بيها كويس. باخد من اطراف العجينة، بسكن في الصينية حروف واطراف الصينية بالشكل ده داير ما يدور. لازم ارفع العجينة بتاعتي للاطراف الصينية من فوق، عشان لما نحط المربى بتاعتنا. طبعا الباستا فرولا اغلب الناس ما بيعملوهاش لما يكون عندهم القالب بتاعها، القالب اللي هو المتحرك. بس انا عملتها عادي خالص، هي في صينيه عاديه خالص، مش محتاجين للقالب بتاعها. بعمل فراغات بالشوكه بالشكل ده عشان احنا مستخدمين بيكنج باودر، فما تنتفخش معايا وترتفع. الثقوب دي بتخليها ما تنتفخش معايا. بعد ما رفعت الاطراف من الصينيه بالشكل ده، هضيف بقى عليهم المربى. بمسك المربى افككها الاول، ما ينفعش نحطها زي ما هي ونرجع نتك عليها في قلب الصينيه والعجينه تبوظ مننا العجينه. فباخد المربى الاول اضغط عليها بالمعلقه افككها كويس، وبعد كده افردها في قلب الصينيه بالشكل ده. حلو قوي كده. تمام كده. ايوه كده بنملى كل الصينيه بالمربى بتاعتنا. يلا ناخد الجزء التاني من العجينه وننزل عليها بمعلقتين من الدقيق. انا بستسهل الخطوه دي افضل من اني ادخلها الفريزر وارجع اخرجها وابشرها. بحط على طول معلقه الدقيق او معلقتين، وبفرك معايا العجينه بالشكل ده. بصوا بتتفرك معايا بكل سهوله زي المبروشه بالظبط. ايوه كده.
هرشها بقى على الوش بالشكل ده. هدخلها على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط. هتاخد معانا حوالي 35 دقيقة وتطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله الريحة كانت خطيرة يا جماعة، ريحتها روعة روعة روعة. طبعا مش من المفترض ان انا كنت اخدها من الصينيه واقلبها في طبق واخرجها، بس ده عشان خاطر التصوير، لكن انتي متعمليش الخطوه دي لان ده عباره عن بسكوت، يعني هتيجي تقلبيها هتتكسر منك. فانا عشان ما عنديش القالب بتاعها فكنت مضطره ان انا اقلبها، وعايزه اقول لكم ان هي دافيه، يعني هي لسه ما بردتش تماما. يمكن سبتها نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير، وقلبتها بالشكل ده. طبعا دي خطوه مش المفروض انها تحصل، يعني ادام عملناها في صينيه مش القالب بتاعها، صينيه عاديه، فخلاص بتقطعيها في قلب الصينيه زي ما هي. فيعني انا بجازف طبعا، بس ما ينفعش انتي تعملي كده. بس طبعا طالعه خطيره ما شاء الله، جميله متماسكه معانا، ما اتفتفتتش ولا اي حاجه، حاجه كده في منتهى الجمال، روعه وبسيطه وسهله، بس الطعم خطير بجد. الطعم ما حدوده، قلبت ريحه البيت من جمالها. يلا نطلع قطعه معانا ونشوف قد ايه جميله وقد ايه هي متماسكه. حبيتي تحطي عليها ايس كريم حطي براحتك. بصوا الجمال ما شاء الله، ما شاء الله. تاكلوها بألف هنا يا رب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للقناة وتعملوا تفاعل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامة.